الدكتور التيجاني والصلاة على الصحابة رضوان الله عليهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أو التحريف. أي نعم، لو تسمح أنا ما قاطعتك صح؟ سمحني. بارك الله فيك، أكرم الله وإياك بالهداية. والله يعتذر. طيب، قوله إذن أعطيك مثل على الأخ الكريم. أول ما بدأ كلامه قال اللهم صل على محمد وعلى أصحابه أجمعين. هذا التحريف، هو المقصود بالتحريف. قالوا آله. لا قال آله، أي آله مفروضة، لكن أصحابه لا، لأنه المطالب هم الأصحاب أن يصلون. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نصلي عليك كيف نسلم عليك، ولكن لم نعرف كيف نصلي عليك. قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما في أصحاب، الأصحاب هم المطالبين بالصلاة. فليش أجمعين؟ هاو التحريف. أجمعين معناها بما فيهم معاوية ويزيد وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعب. لا، خلينا أبو بكر وعمر، نحكوا على اللي الذي ثبت فسقهم في التاريخ وإجرامهم في التاريخ وزناهم في التاريخ. هؤلاء يصلى عليهم اليوم. طيب خلينا أوكي، أنا أقول لك الأمر الآخر أن هذا الرجل يقول معنى ذلك الصلاة على عمر، صلاة على معاوية، صلاة على يزيد. هذا يدل على جهل عميق، أن هذا الرجل لا يعرف بأن يزيد ليس من الصحابة. يزيد ليس من الصحابة، لا يدخل هذا في الصحابة. فلذلك هذا الرجل إنما دخل عليه الشر المسكين من قلة علمه وضحالة فهمه. الأمر الآخر أن الرافضي الكريم يعترض على صلاة أهل السنة والجماعة على الصحابة، ويقول أن هذا من باب التحريف أو شيء من هذا القبيل. أقول هذا ناشئ عن الجهل العميق، جهل عميق جدا. ولذلك أكثر الناس الذين يضلون إنما يضلون بسبب الجهل، إنما يضلون بسبب الجهل، لأن سبب الجهل شيئان. الشيء الأول وهو سبب الضلال شيئان. الشيء الأول وهو الشبهات، الشيء الثاني وهو الشهوات. ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى في الفاتحة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هم اليهود الذين ضلوا بسبب ماذا؟ بسبب الشهوات. والضالين الذين هم النصارى ضلوا بسبب الشبهات والجهل. أخونا الرافضي الكريم جاهل جهلا عميقا بنصوص النبي صلى الله عليه وسلم، بنصوص السنة. ذلك أنه ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم صل على آل ابن أبي أوفى، وهو صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على آل ابن أبي أوفى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لامرأة قالت له يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، قال اللهم صل عليك وعلى زوجك. ونحن مأمورون بماذا؟ نحن مأمورون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنحن نتبعه بذلك ونصلي على من؟ نصلي على صحابته الكرام. عندما اتخذ الرافضة المبطلون صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم غرضا لسهامهم وهدفا لطعناتهم، بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولذلك نحن نصلي على صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضدا عليهم واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر إجابة الأخ رد علي في الصلاة على محمد وآل محمد في عبد السلام. أيوة. وجاب روايات على أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له زوجة صلي علي يا رسول الله، قال صليت عليك وعلى زوجك. أنا ما نفيت الصلاة على الصحابة، أنا قلت أول ما بديت اللهم صل على محمد وآله وصحبه المنتجبين. أيوة. من هم؟ الذين ثبتوا، الذين لم يغيروا، الذين لم ينقلبوا، وكانوا الله من الشاكرين بنص القرآن الكريم. لأن الله في القرآن الكريم ينبهنا كمسلمين، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجدن الصريحة المبنية على الضوابط الشرعية العلمية المتقاعدة بالقواعد. أما فيما يخص ما قاله التيجاني المترفض الكريم بخصوص الصلاة على صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول أنني لمته وشنعت عليه في غير محل وفي غير مناسبة. لماذا؟ لأنه ما أنكر الصلاة على الصحابة، وهو يقول بلسانه الصحابة هم المطالبون بالصلاة على الآل أمام الملأ،
ولو كان الناس عندهم شريط يعيدون الشريط، بل هم لا أجمعين، عرضت على أجمعين، على قولك أجمعين. ما قطعتك ما قطعتك. فلذلك أنا عقبت عليه من هذه الناحية. فعليكم بارك الله فيكم في المرة المقبلة أوصيكم بالتثبت قبل أن تتكلموا، لأن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب كلمة ينطق بها ابن آدم من غضب الله لا يلقي لها بالا تكبه في النار 70 خريفا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: وثكلتك أمك هل يكب الناس في النار على وجوههم وعلى مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ولذلك أوصيك ما أمكن أن تثبت قبل أن تتكلم لكي لا تندم وتقع في الحفاظ. أما في قولك نعم